كل اللي بياخد وجبات من مطبخ سوسو عطية بيبقى عارف هو واخد ايه. دول وجبتين اتطلبوا مننا، بس طبعا هما مش وجبتين بس، مش بيكفوا فردين بس، دول بيكفوا 4 افراد. دي حقيقة، لكن في الواقع هما وجبتين لفردين. وجبات مطبخ سوسو عطية معروفة بالكمية الكبيرة ما شاء الله، والطعم الخطير جدا. وكمان كانوا طالبينه كل الأكل بالسمنة البلدي، فطبعا اتعمل لهم كل الأكل بالسمنة البلدي، والرز بالشعرية زي ما أنا نزلته لكم قبل كده بالسمنة البلدي مع اللبن، ومعمول بطريقة ريحة تجنن جدا، والأكل بيوصل لهم سخن جدا. ويعني بيقولوا لنا ان احنا لما بناكل من عندك بنحس ان احنا ده اكل بيتي 100%، وكأن مامتنا هي اللي بتعمل، ودي حقيقة جدا. ده شعار مطبخنا. مطبخ سوسو عطية، بتاكلي وكأنك بتاكلي من ايد مامتك، دي حقيقة. يعني الواقع بيتكلم والفيديو بيتكلم بجد، مش محتاج اي كلام يعني، ولا محتاج اي توضيح. الخضار المشكل رائع جدا، البسلة المسكرة الجميلة دي مع الجزر مع البطاطس، ومعمول بالطماطم مش بالصلصة خالص يا جماعة. وبرضو معمول بشوية زيت صغيرين وعليهم سمنة بلدي زي ما صاحب الأوردر طلب. وألف هنا وشفا طبعا لكل اللي أكل. حاجة تفتح النفس. وانتوا شايفين القرفة الخشبة هيت في الحلة لأن طبعا بحط قرفة على الخضار بتاعي. وألف هنا وشفا لكل اللي ياكل، وألف هنا وشفا لكل اللي بيطلب، وكل حاجة، وكل اللي بيشوف كمان. ألف هنا وشفا. دول وجبتين محترمين جدا. الرز بشعرية مع الخضار المشكل، وكمان كيسين شوربة. كل وجبة في ليها كيس شوربة. وكانوا طالبين وراك فراخ، ورق اللوري جوه اهوت كمان الشوربة. وطبعا انا حطيت ليمونة مع الشوربة، بس الحقيقة ما اتصورتش. كانوا طالبين وراك، ما شاء الله الوراك كبيرة جدا جدا. ألف هنا وشفا يا رب. فاللي يطلب وجبات دي بصلاية مقلية برضو، بصلاية صغيرة مقلية. طبعا انتوا عارفين انا بحب اسوي البصل واحمره وبيروح مع الاوردر، لان في ناس بتطلبه فعلا. الف هنا وشفا، ومطرح ما يسري يمري. وكل سنة وانتوا طيبين. ودي وجباتنا الجميلة جدا المشبعة جدا جدا، اللي تكفي الوجبة، تكفي فردين مش فرد واحد. وفعلا اطلبوا وجباتكم من مطبخ سوسو عطية، هتلاقوا أحلى وجبات وأطعم وجبات. وكل سنة وانتوا طيبين. وهي حاجات بسيطة لكن ممكن تفيدكم. وباي باي.